مبروك 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 لكل الزملكاوية وكل من ينتمي لنادي الزمالك من جمهور رقم واحد. إدارة نادي الزمالك، جهاز فني، لعيبة. مبروك كل الزملكاوية. فوز بالكونفدرالية للمرة التانية 2024. مباراة تفرق كتير ماديا ومعنويا مع نادي الزمالك. الزمالك بعد ما كسب البطولة ديت طلع بمكاسب، خد 2 مليون دولار هيخشوا في خزينته إن شاء الله، هيحلوا جزء من المشاكل والديون على نادي الزمالك. طبعا احنا عارفين الفيفا وقضية بوطيب وقضية بوتشيكو طبعا لسه طالعة النهاردة بعد الفوز بالكونفدرالية. تحس إن هي كده لازم تيجي حاجة تقوم منغصة فرحة الزملكاوية، بتطلع في توقيت يعني بيختاروه. بس إن شاء الله الفلوس اللي جاية من الكونفدرالية ديت هتساعد كتير في الأزمة المالية بتاعت نادي الزمالك. وطبعا الزمالك برضك ضمن ان هو هيشارك في بطولة السوبر الافريقي، برضك هيخش لنا دخل منه، برضك يقدروا يحلوا جزء من مشاكل الزمالك المادية المتوارثة. ده نصيب نادي الزمالك وقدر نادي الزمالك في القصة دي. معنويا بقى لعيبة الجيل الحالي بتاع الزمالك عارف يعني ايه بطولات، عارف يعني ايه قيمة جمهور نادي الزمالك، عارف يعني ايه ان الجمهور يبقى واقف في ظهره، عارف يلعب ازاي وسط حضور جماهيري مكثف، خد الاجواء. شاف معنى لعب قدام جمهور بالعظمة ديت. احرزوا بطولات، اول بطولة قارية لتلات ارباع او معظم لعيبة الجيل الموجود حاليا، لدرجة إن عمر جابر دي أول بطولة قارية ليه من على الزمالك. شوف لعب مع الزمالك بقى قد إيه. أول بطولة قارية مثلا لعمر جابر، أول بطولة قارية لأحمد فتوح. تمام، أنا بتكلم على بطولة قارية. دونجا، حسام مجيد، المسلوسي، عد بقى الجزيري، محمد شحاتة، زياد كمال. طبعا أحمد حمدي خد مع الأهلي، ناصر ماهر خد مع الأهلي، عبد الله السعيد خد مع الأهلي. الناس دي ما شاركتش مع الزمالك في أفريقيا، بس هي بطولة. خلاص لعيبة الزمالك عرفت يعني إيه قيمة البطولات، حطوا رجليهم على أول سلمة من البطولات. طبعا أتمنى الاستمرارية. هم يعني لما شافوا فرحة الجمهور وفرحة بالبطولة هتفرق كتير أوي 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 معاهم الفترة الجاية. تبدأ دي حياتك في نادي الزمالك ببطولة كبيرة قارية زي ديت، تفرق كتير أوي في مشوار أي لاعب بينتمي لنادي الزمالك. بطولة يعني كانت عنق الزجاجة لنادي الزمالك في حاجات كتير أوي. لو لا قدر الله ما كانش ربنا كارم أو ما كرمناش وخدنا البطولة ديت، كان كل اللي بيتبني ده كان الخطة بتاعت الكونفدرالية دي كانت هدت كل اللي بدأوا يبنوه كده. غير إن أنت ضمنت تشارك السنة الجاية في الكونفدرالية، برضك بطل الكونفدرالية السنة دي هيلعب النسخة الجاية في الكونفدرالية. ده لو ربنا ما كرمناش إن شاء الله وطلعنا أول أو تاني في الدوري ونلعب في دوري الأبطال، هتشارك كده كده ضامن تشارك في بطولة أفريقيا السنة الجاية. فأعتقد إن دي هتدي أريحية شوية لعيبة نادي الزمالك، بيلعبوا مطمنين في الدوري. أنا بلعب وأنا مطمن بس مش إن أنت متبقاش فارق معاك إن أنت تكسب، لأ بقى أنا بطمن إن أنت بتلعب مطمن. هدوء بقى، تنزل تلعب ماتشاتك بهدوء بأريحية. ما عندكش توتر إن أنت عايز تجمع نقط عشان توصل لبطولة أفريقيا، لا أنت كده كده هتشارك السنة الجاية، بس أنا عايز أشارك في دوري الأبطال. فأنت هتلاقي ماتشات الزمالك في الدوري ما فيهاش تعصب إن شاء الله. يعني اللعيبة هتنزل تتمزج، تلعب كورتها، تلعب الفن والهندسة بتاعتها. مفيش عصبية، مفيش تنشنة. من ضمن برضك الحياة المعنوية إن أنت كسبت البطولة، أنت تشارك السنة الجاية في في الكونفدرالية. فأنت بالنسبة لك ماتشات الدوري أنا هكسب عشان اسم نادي الزمالك، بس أنا مش هوتر نفسي، هلعب كورة جميلة، عايز ألعب كورتي الجميلة ومكسب أجيب مكسب، وهتصدر التوتر أنت بقى للفرق التانية. وإن شاء الله ربنا يكرم كده، وإن شاء الله الزمالك برضك هيبدأ ينافس على الدوري لغاية آخر لحظة. الدوري لسه طويل، واللعيبة خلاص خدت ثقة البطولات والسكة بتاعتها، وشافت حافز الجمهور وأداء الجمهور.
آه، ب- ماتش فنياته، انا كنت بتكلم مع ناس وزمايلي وزملكاويه كتير في الماتشات اللي زي ديت. ما اعتقدش هتتكلم فيه فنيات كتير. ماتش بقى توتر، ماتش اعصاب، خصوصا ان في لعيبه كتير اول مره تشوف المنظر، الجمهور في المدرجات بالمنظر ده. حمل زياده، توتر زياده، خوف على ضياع البطوله، خوف على الجمهور وفرحه الجمهور. ان انت تتكلم في الفنيات وتبدا تحاسب ناس في ماتش زي دوت، انا شايف ان هو من الظلم ان انت تحكم على ماتش زي دوت على لعيبه او على اداء او تصرفات او. جمهور الزمالك قاعد لغايه صفاره الحكم على اعصابه. اه مش هتكلم فنيا، بس في ملاحظات لازم تتقال في الماتش زي دوت. هو التشكيل بدايته حلو، جميل، رائع. والزمالك عمل افضل 25 دقيقة ليه في البطولة كلها. 25 دقيقة الاولاني، مش الاولاني، لحد ما احرزنا الهدف من ضغط، من استحواذ، لعب الاطراف، عرضيات، فرص، هدف. كل حاجة اتعملت في الكورة اتعملت في ال 25 دقيقة ديت قدام نادي بركان. استغلت نقطة ضعفهم في الأطراف، نقطة ضعفهم في العرضيات، في الضغط العالي، إن أنت بتعرف تستخلص منهم الكورة، في الضغط العكسي بتعرف تستخلص منهم الكورة. كل نقط ضعف بركان استغلتها في ال 25 دقيقة الأولانية. وصلنا لمرمى نهضة بركان 25 دقيقة من تلات لأربع فرص غير الجون. أنا كنت ممكن من أول تلات دقايق كان في جون يجي. السؤال بقى، يا لعيبة الزمالك، يا جهاز فني يا زمالك، أنا 25 دقيقة عرفت بركان حجمه إيه. أنا إيه وأنت إيه. حجمه الحقيقي زي ما غميز قال في المؤتمر الصحفي قبل الماتش، الزمالك كبير أكبر من نهضة بركان. أنت وريته في 25 دقيقة يعني إيه الزمالك ويعني إيه نهضة بركان. أنا أدوس 10 دقايق كمان أجيب الجون التاني، هم خدوا الخضة بتاعت الجون، هم قعدوا 3 4 دقايق بعد الجون، خلاص بقى أعصابهم ثابت. كنت دوست عليهم تاني، جبت الجون التاني، أريحية بقى. ادي رحال لعبتي بقى، العب كورتي، ميبقاش فيه توتر بلا سبب، بلا سبب، ولا احنا عارفين فيها ايه اللي حصل. لان لعيبه الزمالك ايه، هوب 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 بترجع. نهضة بركان بيقرب، بيوصل ال 18. اه مفيش فرص خطيره، بس في تسويبات، في يعني ضربات حره حوالين منطقه الجزاء كتير اللي هم مميزين فيها، ضربات ركنيه كتير اللي هم مميزين فيها. توتر بقى بلا داعي، خليتوا جمهور الزمالك بقى متوتر معاكم. انا يعني ده اي لا كوره بتتشط كنت تلبس، انت تضمنش الظروف. ايه سبب الرجوع ان انا انكمش كده في نص ملعبي وانا عندي القدره ان انا اقدر اضغط عليهم واغلطهم واوترهم هم، ان انا ادوس عليهم تاني 10 دقايق كمان. انا كنت جبت الجون التاني كانوا راحوا مننا، راحوا. وده بان في اول 10 دقايق شوط تاني برضك، ان انت اول ما نزلت وحبيت تحرز الهدف التاني وصلت للجون مره واثنين وثلاثه. كرة الجزيري باليد اللي ضاعت، كرة نضاي اللي هو شاطها بره، اعتقد في فرصة لزيزو. فانت وقت ما بتعوز تضغط عليهم وتحطهم وعايز تزنقهم في نص ملعبهم بتعمل. طب ليه اديهم السماحية ان هم يضغطوني انا على ارض وسط جمهوري وافضل متعلق، النتيجة متعلقة لغاية صفارة النهاية. يعني تخيل انت 1-0 ديت، لا قدر الله معرض في اي وقت، زي ما هم كانوا بيدعوا مثلا تمثيل امبارح احنا عايزين ضربة جزاء ولا اي حاجة. ما تضمنش الحكم في اوقات امبارح كان بيجي عليا انا صاحب الارض وصاحب الجمهور. تضمن ايه اللي يحصل؟ ليه اقعد اوتر نفسي واوتر جمهوري واحط نفسي في زنقه ليه وخايف على النتيجه؟ ما انا سهل الفرق دي انا احط فيها اتنين وتلاته كمان، اتنين وتلاته بلا داعي. طب يا عم انت مش عايز تضغط تروح اجيب جون تاني والكرة معايا، انا بسلمها لهم باريحيه، ما بتقعدش معايا كتير.
الاستحواذ اللي كان الزمالك مميز فيه ما كانش موجود. تناقل الكورة امبارح ما كانش موجود. تدوير الكورة ما كانش موجود. خوفك على النتيجة برضك ما يشفعش ليك اللي كان بيحصل امبارح. الاقي زيزو بيجري بالكرة لوحده، الاقي الجزيرة بيجري بالكرة لوحده، مصطفى شلبي بيجري بالكرة لوحده. يعني الحمد لله الماتش عدى على خير. اللي يفتكر اللي حضر من زي انا كده نهائي 2002 مع الرجاء، برضك نفس برضك الكلام. فارق الخبرات وفارق النجومية، مع احترامي يعني الجيل تتكلم في حازم امام ووليد عبد اللطيف وحسام حسن وابراهيم حسن والاباني بشير التابع مدحت هادي ابو واحد السيد تامر عبد الحميد دونجا. الناس دي برضه كان بيلعب الرجاء وحتى لما في الشوط الاولاني هو بشوط تاني بيلتقي. خوف على النتيجه لان الرجاء ضغطنا. يعني قدرنا لجمهور الزمالك ان احنا ما ناخدش بطوله غير بحرقه الاعصاب، بالتوتر، بالتعب. احنا قاعدين بنتفرج امبارح، احنا اول ما الحكم صفر الكوره تعبنا. تعبنا يا زمالك والله. وفي الاخر برضك الف مبروك. جوميز بدأ بالخطة بتاعته 4-2-1، 4-2-3-1. عواد مسلوسي، حسام عبد المجيد باك يمين، عمر جابر باك شمال، محمد فتوح دونجا وشحاتة 2-6. قدام أحمد حمدي ربنا يشفيه لو صح الأخبار إن هو رباط صليبي. ألف سلامة عليك يا أحمد حمدي، ترجع بالسلامة. أحمد حمدي مركز 10، وينج رايت زيزو، وينج ليفت نضاي، قدامهم الجزيري آه، مهاجم صريح. تشكيل واقعي، تشكيل مفروض على قد بقى الناس اللي معاك والدكة والإصابات أعتقد إن دول الأجهز. هتكلم مع كام نقطة كده. أحمد حمدي أعلى 25 دقيقة اتعملت من أحمد حمدي في الماتش ده، من نزول واستلام ومرور وتمرير وضغط وكل حاجة أحمد حمدي عملها في 25 دقيقة دي. كواليتي عالي جدا في الماتش أثبت يعني إيه لعيب بتاع بطولات. بس الحمد لله يعني لما فاق وبدأ ينتج، قدر الله ما شاء فعل، جات له الإصابة. أنا بس سؤال بقى، هل أوباما كان جاهز معاكم في التدريبات؟ كان واقف على رجليه؟ أصل هو أوباما نزل، أنا حسيت إن الملعب اتاخد من الزمالك. نص ملعب الزمالك راح، مش موجود. وهو معذور بقاله فترة ما بيلعبش. هل هي لياقة بدنية؟ هل هي بقى حسيت مباريات؟ طب ما أنا كنت سهل إن أنا أحط سامسون. الراجل ده في الحتة دي قوي، بيستلم، بيمرر، بيروح، بيبقى مهاجم تاني، بيحط جوان، أجهز. الفترة اللي فاتت دي هو أجهز. طب أنا كنت نزلت سامسون، وأوباما ممكن أخليه لغاية آخر الماتش. عملها غير أوباما. نضاي الشوط الأولاني مفيش، مش عارف يتحمل. جات له كورة الهيد جون، الجزيرة الأخضر، بس ده انت في حلق الجون جون. ولا اوفر صح، ولا باصة صح، واتقطع منه كورة كتير. توقعت بين الشوطين ان نضاي هيتغير. فضل في التشكيل اول 10 دقايق من الشوط التاني كل هجمات الزمالك عن طريق نضاي. بقى يسحب الفرقة من الجنب بتاعه ويعدي، ورفع اوفر الجزيرة ودخل 18 وشاط، وبقى يضغط وبقى يقطع كور ولبس الواد انذار. اشتغل. اول ما يشتغل او مطلعه. يعني مش عارف هل في محلل اداء بيتكلم مع جوميز من بره. طب الراجل ده بدأ يحرك الفرقه، بدأ يسحب الفرقه، الجنب بتاعه بقى شغال بقى اكتر من زيزو. تطلعه في عز المعمعه بتاعته ان هو خلاص بقى الراجل قرب، او مطلعه. شيء مش مفهوم. آه، عملت تغيير مصطفى شلبي اللي هو راجع من اصابه، وانت شاكك اذا كان هيشارك ولا مش هيشارك.
تقوم منزله في الدقيقة 65، وده كان التغيير الفترة الثالثة بتاعتك. إصابة أحمد حمدي الشوط الأولاني، نزلت زي كمان ما كان محمد شحاتة إصابة برضو، نزلت مصطفى شلبي مكان نضاي في الدقيقة 65. بتتكلم في حوالي 25 دقيقة بتلعب، عليك لود، توتر، لعيبة مجهدة، انت ما تضمنش الظروف في الماتش يحصل ايه. واحد يتخبط، هما لعيبتنا البروكان كان في اخر الماتش كانت بتضرب ضرب في اماكن في الانكل بقى، في لعيب تاني من عندك اتصاب، كنت هتعمل ايه؟ وانت اصلا مصطفى شلبي نازل برضك مش جاهز بدنيا، ودي شفناها في اكتر من كوره. انت تستعجل في التغييرات، هتاخر التغييرات. طب مش نصبر الدقيقه 75 للدقيقه 80 واعمل تغييرات، نازل اتنين تلاته لعيبه مع بعض اللي باقيين، او اتنين لعيبه، احافظ على نص الملعب، انشط الدنيا شويه لما انزل لاعب. وفي الدقيقه 65 من ضمن ملاحظات ايه؟ الماتش. الحمد لله الماتش عدى على خير، الحمد لله كسبنا البطوله. هتفرق كتير قوي مع الجيل الحالي، نبني عليها. جوميز، انتوا هنبدا فتره التقييم لجوميز بقى الفتره الجايه. هو الحجه ان هو كان مشتت بين القائمه الافريقيه والقائمه المحليه، مع ناس بتلعب هنا وناس تلعب هنا. كده القائمه كلها معاك، كده الناس كلها معاك. الفتره الجايه هتشتغل على بطوله واحده دلوقتي، عندك بطوله الدوري. فانت تقييمك معاك الناس كلها من دلوقتي لغايه نهايه الدوري. هنشوف فكرك، هنشوف تغييراتك، هنشوف تشكيلاتك، هنبدا نقيم كفكر، جهاز فني، ايه اللي ليه وايه اللي عليه. هتبدأ تقيم اللعيبة بقى، مين يستحق ومين ما يستحقش، مين يقدر يكمل معاك الموسم الجاية، ومين بقى اللي انت معلش انا نادي الزمالك انا محتاج اللعيب اللي جاي بتاع بطولة، مش لعيب لسه هعلمه يعني ايه نادي الزمالك، او يعني ايه بطولة، او يعني ايه لعب كورة. بطولة فيها تفاصيل كتير، بطولة بدأناها بمشوار صعب من أول ماتش أرتا سولار لما اتغلبنا 2-0 هناك، وجينا دخل فينا جول الشوط الأولاني، الدنيا اسودت في وش الكل. انت محتاج 4 تجوان في شوط. شوط تاني ملحمة من الجمهور ومن اللعيبة في الملعب، وقدرنا نرجع نجيب ال4 أهداف. بطلها المسلوسي. المسلوسي ده من أرجل اللعيبة في الجيل الحالي. وتلعب وتخش مجموعات، تطلع أول المجموعة، وتقابل فيوتشر في القاهرة ذهاب وعودة، ماتشين صعبين وتقدر تعدي منهم. تقابل دريمز وتتعادل هنا على أرضك في ظل غيابات وإصابات وي 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 وي. هما بقى يختاروا بقى يلعبوك في عز النهار في الحر. ماتش العودة مطالب ان انت تروح تحقق نتيجة ايجابية، سواء تعادل ايجابي او تعادل سلبي تلعب برنتيات او تفوز. برضك رجالة الزمالك راحوا عملوا ملحمة هناك وراحوا كسبوا 3-0 وصعدوا. وتقابل بقى نادي بركان، انا شايف ان فرقة هي قوية، قوية بس برضك مش بقوة نادي الزمالك وامكانيات نادي الزمالك وخبرات نادي الزمالك. عملنا شوط سيء هناك، طلعنا مغلوبين 2-0. شوط تاني الزمالك تملكه، جاب جون، قربنا النتيجة، وجبنا جون في العودة وكسبنا البطولة. أنا حابب أتكلم على ناس معينة كده، هختص 3 بقى. طبعا الفريق كله كان لهم فضل في البطولة، بس 3 لعيبة اللي هم كانوا محافظين على مستواهم، اللي حافظوا على حظوظ نادي الزمالك في البطولة دي. المسلوسي نجم البطولة بلا منازع، الراجل اللي رجعنا البطولة بهدف، بدأ الهدف في دريمز هناك، رجعنا التعادل مع فيوتشر، انقاذاته ودفاعاته وتألقه في الدفاع. مسلوسي انا شايفه افضل لاعب في ثبات المستوى في البطولة دي مع الزمالك. عمر جابر مقدم مستويات هايلة في البطولة ديت، ثبات مستوى، رجولة، تعب، اجتهاد،
قائد في الملعب في غياب شيكابالا، توجيهاته لزمايله. عمر جابر برضك من ضمن الناس اللي حافظت على حظوظ نادي الزمالك في البطولة دي. دونجا اللي بدأنا نشم فيه ريحة طارق حامد. هو طارق حامد واحد بس في مصر، بس طارق حامد عنده مميزات. اللعيب اللي هو ممكن يضغط عليك في نص ملعبك، كرة يمين هيجيبك، كرة شمال هيجيبك، مرتدات هيجيبك، هيقطع منك كورة. راجل دفاعي 10/10. دونجا مش قوي برضه في طارق زي طارق حامد في قطع الكرات، بس هو برضه دلوقتي احسن ستة في مصر، انا شايفه كده بيقطع الكرة برضه. طارق دونجا متميز عن طارق حامد في حتة بقى، الزيادات الهجومية، التمرير، الاستلام، بناء هجمة، بيكمل في الهجمات وبيخش 18 الخصم، وهيدرز عالي جدا. يعني دونجا مولد نجم تقيل في نص ملعب نادي الزمالك، مركز 6 في البطولة دي، نبيل عماد دونجا من ضمن الناس اللي حافظت على حظوظ نادي الزمالك في البطولة دي برضه. نجم النجوم، أفضل لاعب في مصر وأفضل لاعب في أفريقيا في البطولة ديت، بمساهماته بأهدافه بكل حاجة. ده في حتة تانية لوحده، ده اللي اتقال عليه في حتة تانية لوحده، أحمد سيد زيزو. وهو في أسوأ حالاته بيعمل لك الفارق، وهو مش فورمة بيعمل لك الفارق، وهو مصاب بيعمل لك الفارق، وهو نايم على الدكة بيعمل لك الفارق. اللعيب اللي هو اسمه بس بيعمل الفارق في الملعب. صنع هدف تقريب المسافات في المغرب، صنع هدف الفوز هنا في القاهرة، صنع في دريمز، في فيوتشر، في المجموعات، يعني أهدافه. زيزو ربنا يحميك، ربنا يحفظك من كل شر. اتمنى بقى سرعة بقى ايه تجديد عقد زيزو او تمديده، ايا كان. الراجل ده بقى ايقونة زملكاوية، مش عايزين نغلط غلطات السنين اللي فاتت بقى، زي بن شرقي وساسي وي 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 الناس اللي مشيت كتير وعملت فرق كتير قوي مع نادي الزمالك. مبروك الجمهور الزمالك، بطولة يستحقها، بطولة بطلها الأول الجمهور. طبعا أنا كنت واحد نفسي أبقى في الاستاد عشان أشوف العظمة على الواقع، بس إحنا شفناها، شفنا شوارع مصر كلها، السويس، القاهرة، اسكندرية، دقهلية، دمياط، الصعيد، كل محافظات مصر بقت لونها أبيض، أبيض بخط حمر بعلم الزمالك. مصر كلها فرحت إن الزمالك خد بطولة. افرحوا جمهور الزمالك، مصر فرحت واحنا فرحنا. بطولة نبني على اللي جاي، خلصت نفكر في اللي جاي في الدوري. العب بأريحية، انت كده كده مشارك في الكونفدرالية السنة الجاية. جوميز بدأ يبدأ يشتغل شغله على كل المجموعة اللي معاه. انت ما عندكش دلوقتي لا افريقيا ولا دوري، كله معاك دلوقتي. انت معاك دوري وكاس الفترة الجاية. شوف النواقص اللي عندك ايه، قايم لعيبتك صح، عشان عايزين الموسم الثلاث الجاي نغطي العجز اللي عندنا والنواقص اللي عندنا، عشان نخش موسم جديد نبقى فرقة متكاملة. ألف مبروك لنادي الزمالك، وإن شاء الله مزيد من البطولات. ملعب لا بد للمسؤول يعود، لا بد للتاريخ من كلمة، فالصغار تفاوت يفتح شنطته وشنطة حمد طلع هذا. ما سمعت يوم شخصيا، ما سمعت يوم عن عاشق غير رأيه في معشوقته اطلاقا. يعتب لكن يغير وجهته. العاشقون لا يغيرون من يعشقون اطلاقا. الزمالك بالعشق والحب وتعب الاعصاب ووجع القلوب، لكن الزمالك عودنا على كده. الزمالك وجمهوره سند الوحيد، الجمهور اللي عايز يفرح في هذه الاوقات العصيبه، جمهور صمد.
في الشوط الثاني مره ثانيه حلوه الكوره ما بين مصطفى شلبي وفتوح طرف الكل ميزنا بيسا. سامسون نادي الزمالك ليه هتاف برضه من الهتافات اللي برضه تقشعر الجسم شويه. يقول لك يا ابن الزمالك هو حياتنا والدنيا فانيه وايه غير حبه مالكنا. يا ابن الزمالك هو حياتنا والدنيا فانيه وايه غير مصطفى شلبي. حط يا راجل الثالث، حط يا راجل الثالث، الميت الابيض مصطفى شلبي لون السلام. واهم نادي ثقافه الزمالك من وجهه نظر الاستاذ عمرو كفايه هو لا تسال مشجع الزمالك لماذا عشق نادي الزمالك ولماذا احب نادي الزمالك. سواء يفوز الزمالك او يهزم الزمالك يعود الى بطوله يبقى تشجيع الزمالك بالنسبه لجمهوره ثقافه قبل ان يكون عشقا. هو ده الزمالك، هو ده الهدف الاول، هي دي الفرحه الاولى للفارس الابيض. خد عرضيه من زيزو، خد راسيه من الجزيري، ويديني الهدف الاول للزمالك. قربت هي بقى المره دي حسام عبد المجيد. بص الضغط الزملكاوي جابوها منين؟ ادي امامنا زيزو يلم حلوه قوي وتعدي الكره واحمد حمدي